جميل. ان شاء الله اركز معاه جدا. شريف اسماعيل برضو نفس الحكايه، كان معانا في احتفلنا بيه بنجاحه بعد البرنامج، بنجاحه ان شاء الله، جه على الهوا. ونهال نبيل طبعا اكيد، وكارمن ومي يعني اكيد وكارمن طبعا. جبناها طبعا احتفلنا كارمن بيها. سليمان مهمه جدا برضو، عندي صوتها رائع جدا، ومي فاروق طبعا، ونهال. ومي كانت عايز اقول معانا. ان المجموعه دي على فكره، انا بقول من دلوقتي هو ان شاء الله افتكر كلامي يعني، هم ان شاء الله بالاضافه طبعا لساره هم الستارز بتوع الفتره هم الجايه دي ان نجوم شاء الله. مصر انا شايف ان هم فيهم كل المواصفات، القادمين. فان شاء الله هنركز، بالاضافه طبعا للشغل الطبيعي يعني. المشاريع اللي جايه فيها ان شاء الله، بدانا خلاص في البوم اليسا الجديد، بدانا في البوم منير الجديد مع طب ما حفظ تيجي الألقاب نجيب اللي نقدر نجيبه ونيجي على الهوا في العيد من 8 ل انا 9، ايه معاك رأيك؟ انا معاك طبعا. ونذيع الاوبريت برضه ونتكلم في كل انا ما حاجة. عنديش مشكله خالص، يعني ان شاء الله بس مواعيدهم بتظبط مع بعض، انت عارف هنظبط مع وقت بعض. العيد بيبقى ساعات اللي محمد مسافر رحيم يا ان شاء جماعة الله لو عرف يظبط ان شاء الله، هيجي، ان لو ما شاء جاش الله، في العيد هيجي بعد العيد. ان شاء الله، ان شاء الله ان اكيد. شاء الله. احنا على فكره لازم نحتفل بيك ونفتكر الحاجات الجميلة اللي انت عاملها دي، ما تبقاش بس كده. والله يا حبيبي، ونعرضها والله ده شيء ونتكلم، يسعدني جدا، ولازم ده شيء لازم يسعدني جدا. ويبقى معانا كل النجوم الشباب الجمال اللي هم يعني انت بقى يعني بتطلع منهم حاجات مش زي اي ملحن تاني، الله يخليك. فظهورهم معاك ان شاء الله، انت بتدي لهم اضافه، ويعني في نفس الوقت بتبقى ان شاء الله، ان شاء الامور الله. جميله وبعدين يعني. التلفزيون المصري ده بيتنا اللي طبعا. كلنا متربيين فيه، واللي طلع منه كل نجوم الوطن العربي، مش بس آه. نجوم مصر كمان، حتى الملحنين وحتى شباب حتى الموزعين. فالواحد حتى لما بيصور هنا حاجه حاسس ان هو قاعد في بيته، وهي من كبير، بس بيت الكبير بقى ثوره شعب. ثوره شعب ان شاء الله. ثوره شعب ثورة هي دي الاوبريت اللي هيبقى انفراد لينا، اول اذاعه ليه على الفضائيه المصريه، اهداء من الملحن الكبير والمطرب محمد رحيم. كان ضيوفنا النهارده النجم الجميل محمد رحيم، والنجمه الجميله ساره سليم سحاب. بس قبل ما اختم معاكم، تحبوا تقولوا ايه للمشاهدين عن اوبريت ثوره شعب، وحاجه حابين تضيفوها غير يعني واحنا بنختم؟ اتفضلي يا ساره. عايزه اقول للمشاهدين ان هي ثوره شعب فعلا، واحنا عايزين نوصل الرساله دي. طبعا هو استاذ محمد رحيم واستاذ محمد العدل بيوصلوها على لسان سوري مدحت دكتور مدحت العدل بيوصلوها على لساننا، ويا رب توصل للناس زي ما احنا عايزين نوصلها، ومصر بكره احسن ان شاء الله. ان شاء الله. هي بالظبط زي ما ساره قالت، طبعا هي مسج عايزين نوصلها للناس، نحط ايدنا في ايدين بعض، عايزين بقى نشتغل. يعني بقول يا مصريين يا شعب، انتوا يا عسل يا مبدعين يا عباقره، يا بتوع التاريخ يا بتوع الابداع يا بتوع الفن يا بتوع الدين ويا بتوع الاحترام ويا بتوع الصوم في رمضان ويا بتوع صلاه الجمعه ويا بتوع اجراس الكنايس اللي بتدق مع الاذان ويا بتوع المحبه ويا بتوع التاريخ. يلا نشتغل بقى، يلا بقى كفايه بقى كده نزعل من بعض، وكفايه نختلف، وكفايه نعمل الكلام ده كله، ويلا قدامنا ان شاء الله مشوار كبير، وقدامنا ان شاء الله تاريخ زي ما يعني فاتنا قدامنا مستقبل لا يقل اهميه عن تاريخنا كمان. فيلا بينا ان شاء الله، واحنا كفنانين بنحاول نوصل ده بالاغنيه بتاعتنا، ولسه ان شاء الله في اعمال متواليه باذن الله كتير جدا، وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نورتونا النهارده على شاشه المصريه وبرنامج بلاتو. مشاهدينا، رب تكونوا استمتعتوا معنا النهارده من خلال حوارنا مع نجومنا اوبريت ثوره شعب، اللي لحنوا غنائه الملحن المتألق محمد رحيم، وساره سليم سحاب، وكارمن سليمان، وشريف اسماعيل، وسمية الخشاب، وخالد سليم، ونهال واحمد جمال، ومجموعه كبيره هتستمتعوا بيه من خلال اذاعته اول مره معانا على شاشه المصريه. للاسف وقت العيد خلصت مع حضراتكم، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده وبرنامجكم بلاتو.